السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد فيه أهم الأخبار العاجلة على الانتقالات ديال اللاعبين المغاربة ديالنا، وعلى الرأس ديالهم ياسين بونو، سفيان أمرابط، سليم أملاح وحتى وليد الكرتي. ويلا نبداو على بركة الله. ونبداو بياسين بونو. ياسين بونو لحد الساعة وصلوه 3 ديال العروض. العرض الأولاني من عند النصر السعودي، العرض الثاني من عند بايرن ميونخ الألماني، والعرض الثالث من مانشستر يونايتد الإنجليزي. بالنسبة للعرض ديال النصر السعودي فهذه يومين تقريبا كانت نشرات صحيفة الآس الإسبانية واحد التقرير اللي كيقولوا فيه باللي راه وصل ياسين بونو واحد العرض بقيمة مالية كبيرة من عند النصر السعودي. وياسين بونو في هذه اللحظات عنده واحد الصعوبات كبيرة. علاش؟ حيت كيواجه ضغوطات من جوج الجوايه. الجهه الاولى اللي هي نادي اشبيليا الاسباني اللي هو مستعد يبيعو ما حد الثمن ديالو طالع. ثاني حاجه الضغط من عند الوكيل الاعمال ديالو اللي هو بطبيعه الحال الربح ديالو انه عنده نسبه من هذوك الفلوس اللي غادي ياخذ ياسين بونو. اما بالنسبه للجانب ديال ياسين بونو فانا كنظن انه ما غاديش يقبل هذا العرض، بالخصوص انه الاغراء الوحيد اللي كاين في هذا العرض هذا هو الجانب المادي، وياسين بونو معروف عليه ماشي من دوك اللعابه اللي كيكون مهم عندهم هو الجانب المادي، بالخصوص انه العام اللي فات كان رفض عرض من عند بايرن ميونخ الالماني اللي الصالير ديالو البروبوزيسيون اللي كانت عنده كانت كبر من هذا الشيء اللي عنده دابا في اشبيليا، ولكن رفض. واخا ياسين بونو رفض العرض ديال نادي النصر السعودي الا انهم مازال مقصحين ريوسهم بسبب الخروج المحتمل ديال الحارس الاول ديالهم اوسبينا اللي كبر في العمر اون بلوس الاصابات المتكرره اللي كاينه عنده. اذا خاصهم يجيبوا سميه كبيره باش تكون في مركز حارس المرمى ديالهم. اما بالنسبه للعرض ديال بايرن ميونخ فهو باقي ما كاين فيه حتى شي جديد، كاين غير اتصالات ما بين نادي بايرن ميونخ الالماني ووكيل الاعمال ديال ياسين بونو باش يشوفوا الامكانيه ديال الانتقال ديال ياسين بونو لبايرن ميونخ الالماني. اما الصفقه الثالثه ولا العرض الثالث اللي هو كاين محتمل غيكون من عند مانشستر يونايتد اللي كيجي حتى هو تزامنا مع الخروج ديال ديخيا المحتمل هذا الصيف. ديخيا اللي دوز سنوات مع مانشستر يونايتد اللي قرر دابا صافي يبدل الوجهه ديالو اللي غالبا غادي تكون غيرجع للدوري الاسباني. في الرأي الشخصي ديالي غيبقى الضغط هذا الصيف كامل على ياسين بونو، بالخصوص انه النادي ديالو اشبيليا الى جاه شي عرض مزيان في الفلوس راه بطبيعه الحال غادي يبغيو يبيعوه. ونتمنى ياسين بونو نشوفوه في وحده من احسن الفرق اللي كاينه في الاوروب كامله، ريال مدريد حتى هي علاش لا. اما بالنسبه لسليم املاح فصرح رسميا انه باغي يخرج من فريق بلد الوليد، وبسبب واحد البند اللي عنده في العقد ديالو مع نادي بلد الوليد اللي كيسمح فيه انه يخرج على سبيل الاعاره الى طاحت بلد الوليد للدوزيام سيري ولا للدرجه الثانيه الاسبانيه. ومورا ما اتفقوا جميع الاطراف اللي هما سليم املاح وكيل الاعمال ديالو وبلد الوليد توصلوا بواحد العرض من نادي فالنسيا الاسباني واللي هو بنظام الاعاره اللي يقدر يمشي ليه سليم املاح. وندوزو دابا لسفيان امرابط. هاد اليومين كانت انتشرت واحد الاخبار باللي مانشستر يونايتد وسفيان امرابط توصلوا للاتفاق على الامور الشخصيه ديالهم وعلى الصالير ديالو و الى اخره، وان فريق مانشستر يونايتد باغيين يقدموا عرض رسمي للنادي فيورنتينا باش يشريو سفيان امرابط. ولكن فجيت كنبحث على هذه الاخبار هذه لقيت انه المصدر ديالها من صحيفه سبورت الايطاليه واللي هي تقريبا ماشي مصدر موثوق، وما كاين حتى شي صحيفه موثوقه ولا موقع موثوق ولا حتى شي صحفي، ما كاين حتى شي صحفي موثوق اللي قال انه يقدر يكون انتقال سفيان امرابط لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي. اما بالنسبه لوليد الكرتي فرفض جوج العروض من جوج انديه قطريه بسبب انه باغي يمشي لشي دوري اللي تكون فيه تنافسيه اكبر، حيت باغي يوجد راسو يبريباري راسو باش يحاول يرجع للتشكيله ديال المنتخب الوطني في كاس افريقيا اللي غيكون في كوديفوار في 2023. وكذلك طلب من النادي ديالو اللي هو بيراميدز انه الا كان غادي يقبلوا شي عرض الدوري المصري فانه باغي يمشي للاهلي المصري، بحكم انه كاين واحد الاهتمام كبير ما بين النادي الاهلي وما بين وليد الكرتي، فلذلك يمكن الفريق الوحيد اللي يقدر يمشي ليه وليد الكرتي الى بقى في مصر فغيكون هو الاهلي المصري.
كانت هذه اهم الاخبار اللي كتخص اللاعبين المغاربه ديالنا. بطبيعه الحال غادي نوافيكم بالجديد فين ما تكون شي اخبار جديده ولا شي ابديت على الانتقالات ديالهم. وما تنساوناش لايك ابوني. الله.